الآن صدر قرار تاريخي في سوريا مع بداية رمضان المبارك، عفو عام وشامل في سوريا يغير الموازين. منهم المشمولين بهذا العفو، لكن هالمرة القصة مختلفة تماما. المرسوم رقم 39 لعام 2026 طلع للعلن الآن، والكل عم يسأل مين راح يشوف الحرية ومين اللي ما بيشملوا العفو. طبعا هذا القرار مو قرار روتيني أبدا، في تفاصيل بالمواد القانونية راح تصدمك. خليك معي لتعرف الحقيقة كاملة، واشترك بالقناة ليصلك كل فيديوهاتي بالمستقبل. رئيس الجمهورية العربية السورية أصدر مرسوم بالعفو، والبنود واضحة ومباشرة. العقوبات الكبيرة مثل السجن المؤبد والاعتقال المؤبد نزلت ل20 سنة، يعني في ناس رح ترجع لبيوتها بعد سنين طويلة. العفو شمل الجرائم والجنح والمخالفات بالكامل، وحتى قضايا المخدرات والتهريب والتعامل بغير الليرة السورية كلها فيها إعفاءات كاملة من العقوبة. حول المخطوفين، المرسوم أعطى فرصة ذهبية لأي شخص خاطف إذا حررت المخطوف خلال شهر من اليوم بدون مقابل وبدون أذى، فالعفو بيشملك بالكامل. اللي عمره فوق 70 سنة أو عنده مرض عضال ما بينشفى منه، هذول إعفاءات كامل من كل العقوبات المؤبدة والمؤقتة. بس انتبه، العفو له شروط، خصوصا بموضوع الحقوق الشخصية والتعويضات، وبدك تكون دقيق بتقديم الطلبات للجان الطبية المختصة خلال شهرين بس. هذا المرسوم مو بس إعلان وخلاص، هذا تحول قانوني كبير راح يأثر على آلاف العائلات. والسؤال هون، هل هاي الخطوة هي بداية لصفحة جديدة؟ انتو شو رأيكم؟ هل بتشوفوا العفو كافي ولا في ثغرات لسه ناقصة؟ اكتبوا لي بالتعليقات، ولا تنسوا تشاركوا الفيديو ليوصل لكل حدا ناطر خبر عن غالي. اشتركوا بالقناة لتعرفوا كل شيء أول بأول. خلص الحكي.